السلام عليكم مشاهدي الكرام، ومرحبا بكم في ملخص حلقات الأمانة. في بداية هذه الحلقة هذه غيبان لينا يمان طلع من الدروج، كيتوقف شوية وكيشوف لجهة الغرفة ديال السحر، كيختي خطوة باش يمشي لعندها ومن بعد كيعاود يرجع، وفي نفس اللحظة وبحكم الباب ديال الغرفة ديال السحر كان مفتوح كيسمع يوسف كيدوي مع خالته كيقول ليها بلي ملي غادي تبرا وتصح غادي يخرجوا للجردة ديال القصر ويلعبوا بزوج. كتجاوبو الساحر وكتأكد ليه بلي الا برات غيخرجوا للجردة ويلعبوا بزوج. ومن بعد ما كيواصل يمان يمشي لعند الباب ديال الغرفة ديال السحر وهو غادي كيسمع يوسف كيسول خالته امتى غادي تبرا رجليك. كتجاوبو سحر وكتقول ليه يمكن غدا ولا بعدو. يمان في هاد الاثناء واقف بجنب الغرفه كيتصنت الحوار اللي كيدور بين يوسف وخالته وكيشوف فيهم. سحر كتفطر يوسف وكتلقى مكالمه من سليم كتطلب من يوسف يتسنى حتى تدوي معاه ومن بعد تكمل ليه الفطور. يمان معصب وهو حدا الباب من بعد كيمشي وسحر كتجوي مع سليم كيقول ليها بلي اتصل بها باش يسولها واش تقدر تسالي الطلبيه ديالهم. كتجاوبو سحر وكتقول ليه وبلي تقدر تساليها. من بعد ما سالت المكالمه مع سليم سولات يوسف واش غيعاونها غدا وهي كتخدم. كيجاوبها يوسف وكيقول ليها اكيد. طلبت منه يكمل فطورو باش ينزلوا لتحت. سولها يوسف ملي غينزلوا لتحت شنو غيديروا. قالت ليه اللي بغيتي. قالت ليه واش كاينه في بالك شي حاجه محدده تبغي نديروها. قال لها واش انتي ما غادياش العشيه. قالت ليه لا وبلي غادي يبقاو بزوج. قال لها واش غتبقاي معايا ديما ولا غير هاد الليله. جاوبته قالت ليه بلي غادي تبقى معاه ديما. قال لها واش عرفتي يا خالتي الا كبرت غنولي دكتور ذكي. قالت ليه مزيان بزاف ولكن دكتور ديالاش بغيتي. قال لها دكتور ديال كلشي باش الا مرضتي نقدر نعالجك دغيا وما غاديش نخليك تمرضي. الامنيه ديالي الوحيده في هذه اللحظه هي نولي دكتور باش نعالجك ونخليك تصحي دغيا. كتبوسو سحر وكتقول ليه اليوم ولا غدا ولا بعد غدا غنبقاو انا وياك مع بعضياتنا وعمرنا ما غادي نتفارقوا وغادي نوجدوا الماكله بزوج ونلعبوا بزوج ونمشيو للحديقه بزوج وحتى ملي غتكبر وتولي دكتور غتلقاني بجنبك. اتفقنا؟ كيقول لها يوسف بلي متفقين وكيتعانقوا. كتكمل لي سحر فطورو وعلامه الفرحه باينه وباديه على وجهه الصغير. الكوميسير علي كيدخل الكوميساريه عند الاصدقاء ديالو وكيدي لهم الماكله واتاي. كيعتذر منه الصديق ديالو المقرب على داكشي اللي دارو. الكوميسير علي كيقول لهم بلي ماشي مشكل وبلي هادشي اللي داروه على مصلحته وبلي ما يقدر حتى واحد يلومهم ولكن من هنا لقدام ممنوع يدخل شي واحد في خدمته. كيسولهم واش مفهوم كيجاوبوه بلي مفهوم. ومن بعد كيسول الصديق ديالو واش كيعرف شي واحد كيشيل اغراض المستعملات ديال الدار. وهنا غنتقلوا للمشهد الاخر اللي عند سحر ويوسف اللي كيتواجدوا في الكوزينه. يوسف التقاسيم ديال وجهه كلها كتعبر على الفرحه بالتواجد ديالو مع خالته. كيسول خالته واش باقي كدرها رجليها. كتقرب لعنده وكتقول ليه بلي باقي كدرها شويه ولكن راه يقدروا يكملوا خدمتهم ومن بعد يمشيو يلعبوا. كيبوسها يوسف وكيطرح عليها سؤال واش عرفتي علاش بستك دابا وكتجاوبوا علاش. كيجاوبها وكيقول لها بلي ملي كنت كنمرض ماما كانت كتبوسني. قال لها نسيت ما وريتك واحد الحاجه. قالت لي شنو هي. قال لها ملي كنت جالس بوحدي في الغرفه رسمت واحد اللوحه كنت بغيت نوريها ليك. سحر متفاجئه وكتسول واش بصح وكتقول ليه بلي عندها فضول باش تعرف شنو رسم. قال لها غنمشي نجيبها ونرجع. مشى للغرفه ديالو باش يجيب اللوحه وكيلقى باطو صغير مصايب بالورق ديال الدواء محطوط فوقها وهو خارج من الغرفه ديالو كيبان ليه واحد باطو اخر محطوط بجنب الصوره ديالو هو ماماه. كيحدق في الصوره ديالو هو وماماه واقبال كتراقبه من بعيد. الكوميسير علي والاصدقاء ديالو كيتفاجئوا بالمجيه ديال كلثوم من الكوميساريه. كلثوم كتجلس قدام الكوميسير وكتقول ليه بلي دارت داكشي كلشي حيت كتبغيه. الاصدقاء ديال الكوميسير كيبغوا يخرجوا باش هكذا يخليوهم على راحتهم لكن الكوميسير كيمنعهم وكيطلب منهم يكملوا الخدمه ديالهم. الكوميسير كيقول ليها بلي ما كاينه حتى حاجه يهضروا فيها وبلي بلا ما تعدى براسها وما تعاودش تجي لعندو لخدمته. كينوض وكيخليها والاصدقاء ديالو كيشوفوا فيها وكطلب منهم ما يشوف فيها حتى واحد وكتخرج حتى هي. سحر باقا كتعرج ولكنها كتحاول تقاد الطلبيه ديال سليم. كيرجع عندها يوسف وهو مقلق كتطلب منه يوريها شنو رسم. سحر كتلاحظ بلي يوسف مقلق وكتسولو مالو. كيسولها واش انتي اللي صايبتي هاد الباطو لقيتو في الغرفه ديالي. واقبال من بعيد كتراقبهم. يوسف كيكمل الهضره ديالو وكيقول لخالته بلي ماماه كدير بحالو حيت عارفه كيبغيهم.
سحر كتقول ليه بلي ماشي هي اللي دارتو، وقالت ليه بما انك كتبغيها يقدر شي واحد اللي يصايبهم ليك ويحطهم ليك في الغرفه ديالك. ممكن يكون عمك ضياء، حيت فايت لي دار بحال هكذا. جلساتو فوق الكرسي وبدا كيعاونها في التحضيرات. ايناس في الكوزينه كيدخل عندها العم عثمان وكيقول لها اش هاد الريحه الزوينه اللي كتفوح في الكوزينه، وكيقول لها بلي هي من الصباح في الكوزينه اكيد غتكوني عييتي. قالت ليه ماشي مشكله عمي عثمان، غير نسالي هاد الاكله اللي كتعجب الكوميسير غنكون ساليت. قال لها اليوم عيد ميلاد علي وانا ما فخباريش، هادشي ماشي معقول. سولها العم عثمان مالكي شنو شاغل بالك؟ جاوبته وقالت ليه بلي ما كاينه حتى حاجه. قال لها لا، راه كاينه شي حاجه وهادشي باين من عينيك، غير قولي شنو كاين. وهنا غادي ننتقلوا للقصر لعند يمان. يمان هبط من الدروج وكيعيط على نديم. ضياء داخل من الباب ولابس حوايج البستانه ووجهو حوايجو عامرين بالتراب. سولو يمان واش شاف نديم، كيجاوبو هو متوتر وكيقول ليه بلي خاصو يمشي يبدل حوايجو قبل ما تشوفو اقبال، حيت الا شافتو غادي تعصب عليه. كيسولو يمان علاش خايف وشنو فيها الا توسخو حوايجك. سحر ويوسف في الكوزينه كيدخل عندهم يمان. سحر توترات وقالت ليمان واش ماشي مشكل الا طيبت الطلبيات دابا، حيت عاده كطيبهم بالليل ملي كتخوى الكوزينه. كيجاوبها يمان وكيقول لها بلي ماشي مشكل وكيتمنى ليها التوفيق هي ويوسف. ايناس والعم عثمان في الكوزينه. ايناس كتحاول تقول لعم عثمان داكشي اللي مخبيه عليه، واللي كيكمن في كونها كانت عارفه بلي مامات كلثوم ما كانتش مريضه. فجاه كيدخل عندهم الكوميسير. يمان كيحاول يفتح القرعه لسحر من بعد ما طلب منه يوسف انه يفتحها. يمان كيقول سحر بلي الدكتوره طلبت منها ترتاح مزيان. قالت لي سحر بلي وعدت سليم تكمل ليه الطلبيات ديال الاكل. يوسف كيعطي قطعه ديال الحلوى لعمو وكيقول ليه ياكلها وبلي راها لذيذه، وكيقدم قطعه اخرى ديال الحلوى لخالته وكيسولهم واش لذيذه. كيجاوبوا في نفس اللحظه وكيقولوا بزوج بلي الحلوى لذيذه بزاف. كتدخل عليهم سعاد الكوزينه وكتعرض المساعده على سحر، كتقول لها سحر شكرا وبلي صافي قربات تسالي. كيمشي يمان ومن بعد كتمشي سعاد حتى هي. كرجعوا لعند العم عثمان وايناس والكوميسير. الكوميسير معصب وكيقول ايناس كندق وما كتحليش الباب، كنصوني عليك في الهاتف وما كتجاوبيش، وكيقول لها بلي خلا السوار ديال الطوموبيل في الدار وهذا هو السبب اللي خلاه يرجع. كيجاوبوا العم عثمان وكيقول ليه بلي كانوا جالسين في الكوزينه وما سمعوش ملي كان كيدق، وكيقول ليه بلي ايناس صوبت ليه الماكله اللي كتعجبو. كيشكل الكوميسير ايناس كتستأذن منهم باش تمشي تكمل شغلها، والعم عثمان حتى هو كينوض باش يمشي يرتاح. اقبال كتدخل لواحد الغرفه فيها الاغراض والحوايج القدام. كتقلب وكتلقى قرعه ديال الدواء. كتديها الغرفه ديال سحر وكتخويها في القرعه ديال الدواء اللي كتستعمل سحر من بعد ما خوات الدواء اللي كان فيها. سحر ويوسف طالعين في الدروج. سحر كتشكر يوسف المساعده ديالو وكتقول ليه بلي خاصهم يرتاحوا. كيدخلوا الغرفه وكيلقاو اقبال كتقول سحر بلي جات باش تطمن عليها وتسول عليها كي بقات رجليها. كتقول لها سحر بلي رجعت مزيان. اقبال كتقول لها ومع ذلك ما خاصكيش تهملي الدواء. سحر كتقول لها مزيان ملي فكرتيني فيه. كتخرج اقبال وسحر كتمشي باش تاخذ الدواء، لكن يوسف كيعيط عليها وما بقاتش خداتو. كلثوم كتهبط من الطوموبيل ديالها وهي كتجوي في الهاتف مع الصديقه ديالها وكتقول لها بلي هادشي كله وقع بسبب ايناس وخاصها تنتقم منها. الصديقه ديالها كتقول لها بلي هي كتصرف بعصبيه وما خاصهاش تمشي لعند ايناس اولا تحاول تقول لها شي حاجه. كلثوم كتقطع المكالمه مع الصديقه ديالها من بعد ما قالت لها بلي وصلات للدار عند الكوميسير. سحر ويوسف في الغرفه. يوسف كيلون كتبغي تاخذ الدواء وفجاه كيجي لعندهم ضياء وكيجيب للسحر واحد النبته. كتشكرو سحر ومن بعد كيمشيو كيخليهم. سحر ويوسف كيحطوا النبته في الشرجم. وفي مشهد اخر كلثوم كتدق الباب وهي معصبه. ايناس كتحل الباب. كلثوم كتقول لايناس بلي كاع داكشي اللي وقع ليها هي سبابو وبلي هي اللي قالت الحقيقه العالي. ايناس كتنفي وكتقول لها بلي ما قالت حتى حاجه للكوميسير. كلثوم كتغوت وكتقول لايناس بلي حتى واحد ما كان عارف بالموضوع ديال المرض ديال الام ديالها من غيرها. العم عثمان والكوميسير ملي سمعوا غوات كلثوم خرجوا. سعاد واقبال في الغرفه. سعاد معصبه من الطريقه اللي كيعامل بها يمان سحر
وإقبال كتقول ليها غير صبري غنتهناو منها مازال. سعاد كتقول لإقبال بلي الخطة ديالها ديال الباطو فشلات، لكن إقبال كتقول ليها بلي غادي تنجح مازال. سحر ويوسف في الغرفة. يوسف مازال مواصل الرسم. سحر ناضت من بلاصتها باش تاخد الدواء، خداتو ورجعت جلسات حدا يوسف وبقاو كيلونو. يوسف خدا الورقة اللي رسم واللي لونوها هو وخالته باش يوريها لعمو يامان. يوسف دخل عند عمو ووراها ليه. الكوميسير كيبان مفاجئ من داكشي اللي سمع وكيسول ايناس واش كانت عارفه بالموضوع. كلثوم كتطلب من الكوميسير فرصه جديده. العم عثمان كيطلب من كلثوم تخرج باش يخليو الكوميسير وايناس بوحدهم. الكوميسير كيسول ايناس علاش تصرفت بحال هكذا. ايناس كتحاول تبرر للكوميسير، لكن الكوميسير كيقاطعها وكيقول ليها بحالك بحال كلثوم، وفعلا طلعت ما كنعرفكش. العم عثمان وكلثوم في الجردة. كلثوم كتطلب من العم عثمان يعاونها ويدوي مع علي. يوسف والعم ديالو يمام في الغرفة كيحاولوا يعلقوا الورقة اللي رسم يوسف. يوسف خرج كيجري باش يعيط على خالته باش تشوف البلاصة اللي غادي يعلقوا فيها الورقة. سحر في الغرفة ديالها وكتحس بالدوخة. ايناس حزينة وكتبكي كيجي عندها العم عثمان وكتقول ليه شنو غندير باش يسمح ليا الكوميسير. قال لها خاصك تصبري واحد شويه حيت علي كيكره الكذوب، وطلب منها تمشي تنعس. قالت ليه عندي شويه ديال الاشغال في الكوزينه نكملهم ومن بعد نمشي نعس.